يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يسعد لي مساكم وكل اوقاتكم يا رب. كيفكم صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله هيك يا رب ينال اعجابكم. هلا قبل ما نبلش بالفيديو ما ننسى نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسمي بسم الله ونبلش مع بعض. هلا هيك مثل ما لكم شايفين عند الصبح سويت فنجان قهوه الي ولابو محمد. بعد ما هيك شربت فنجان القهوه حبيت اساوي هيك طبخة ملوخية، بس الله لا يريكم على هالملوخية. يعني فعلا مثل ما بقولوا، يعني واحد لما بحط مونة وبيشتغلها على ايده غير انه جاهزة. يعني طلع فيها وسخ قد تقريبا ربعة، يعني منه عوض ومنه هيك شيء اصفر وشيء احمر، الله لا يرويكم. فبركنا هيك انا والبنات نقيناها ونظفناها، يعني تقريبا اكل معنا شغل فيها ساعة. يعني عن جد مو مثل واحد انه يعني بحط مونة بايده بيعرف انه ينظفها يزبطها مثل العالم والناس. فان شاء الله يعني قلت لحالي هي اخر طبخة للملوخية، بدي استنى ان شاء الله لحتى تنزل بقى الملوخية التازاي. يعني صاير انا خلصت عندي المونة فانجبرت اني جبتها جاهزة. شوفوا هون عبورجيكم شقد طلع منها. طلع منا يعني شي وشوي من العوض ومن الوراق الصفراء والوراق المحروقة. فالبنات الصبايا اللي عندي الله هيك يخلي ولادكم اشتهوا على الملوخية، وبصراحة نحن كتير بنحبها بالعيلة. يعني بالنسبة لعائلتنا كتير بنحب الملوخية. فلما انقطعت من المونة فانجبرت يعني اشتريت ملوخية جاهزة. هون بعد ما نظفتها حطيتها بهذا الطشط وغسلتها 3 ادوار المي سودا تنزل، يعني من الغبرة اللي فيها عن جد شي مو بالعقل. وهون بعد ما غسلتها 3 مرات عبنشفها هيك من المي. اكيد بدكم تسألوني ليش غسلتيها 3 مرات؟ مشان انه يعني ما تروح طعمتها. مثل ما قلت لكم كان فيها انه غبرة كتير وحتى مي سودا عن جد تطلع منها. يعني بده الواحد انه ياكل اكلة طيبة اخر شي، بس عن جد حرمت انه يعني ادخلها على بيتي الجاهزة. لقيت انه يعني واحد يحط مونة احسن. وهون بلشت اني اطبخها. عبضيف هون حطيت سمنة وضفت لها كمان شوي من الزيت. بحب اني احط شوي زيت، بحس انه هيك الملوخية بتتفلفل اكتر. وضفت عليه هون كمان راس توم مهروس. هلا هيك بقليه شوي. بعدها بضيف عليه الكزبرة. انا كتير بحب اكتر توم للملوخية، بيطلع طعمته كتير طيبة. هلا هون ضفت الكزبرة. انا عندي الكزبرة بجيبها حب وبحب اطحنها اول باول، ان كان هي والكمون، يعني هيك شغلات اللي بدها طحن بحب انه اجيبها على البيت اطحنها. كمان الفلفل الاسود، القرنفل، بحب هيك شغلات عطول انه اطحنها بايدي بالبيت. مثلا كمان الفليفلة الحمراء كمان ليجي وقت المونة بحب اني ايبسها وكمان اطحنها. والنعناع كمان بحب اني احط مونة منه. فالله لا يرويكم، مرة ابو محمد وصيته على نعناع رش يعني. فسويت صحن سلطة حطيت منه، ما بتعرفوا طعمته ملوخية طعمته نعناع. فيعني اكتر البهارات اللي منجيبها يعني اكتر مغشوشة. فمثل هيك بهارات يعني بحب اني اطحنها بالبيت. هلا هيك مثل ما لكم شايفين قليت الملوخية. ضليت هيك عم قليها لحتى صارت تعطيني لون الشقار اللي بدي اياه. بعدين بضيف المي. طبعا مية الفروج انا بحب اني اصفيها. حتى اوراق الغار مثلا ما يطبوا بالملوخية،
بحب هيك سبحان الله مرقة الفروج أضل هيك أصفيها بأي طبخة يعني. وهون بعد ما ضفت المي بحب اني احط لي شغلة نص معلقة يعني ملح ونص معلقة محل ليمون، حتى هيك الملوخية تضل عندي مفلفلة، وحتى كمان ما تعطيني مطة. انا عن جد هاي الطريقة اخذتها من امي، الله يخلي لي اياها ويخلي امهاتكم يا رب. سبحان الله يعني شقد ما كبرنا منضل انه منحتاج لتعليمات امهاتنا. ما بعرف انا هيك برأيي. يعني أنا لحد الآن مع إنه يعني صاروا ولادي كبار، الله هيك يخلي ولادكم يا رب، بحتاج لاستشارة أمي مثلا بالمونة، بالأكلات الطيبة. هون قبل ما تبلش تغلي عندي بضيف الفخاد. طبعا أنا منتفتن بهذا الشكل، بحب إني أضيفهم قبل ما تغلي المي حتى لون الفروج يعطي نفس لون الملوخية، ويتشرب هيك الدهن ويتشرب الحمض والملح مع بعض. وهون انا مجهزة كيلو رز نقعته بمي باردة لمدة نص ساعة. هلا في ناس بنقعوه بمي سخنة، بس انا بشوف انه يعني نفس الشي، مي باردة ولا سخنة نفس الشي، بطلع مفلفل وغير شكل. وهي هون مشان ما اطول عليكم بالفيديو كتير، استوى عندي الرز والملوخية. هلا بورجيكم صحن التقديم. وبعد ما خلصت من الملوخية حبيت اني اساوي لي هيك اكلة حلو حلو بالحليب. عندي هون 6 كاسات من الحليب، بضيف عليهم نص كاسة من الطحين وثلاث ارباع الكاسة من السكر، طبعا السكر اختياري. وبضيف كمان 3 معالق من النشا، نشا الذرة، وبحركهم كتير منيح وبحطهم بقى على النار حتى يقرب هيك يتماسك عندي. بلاقي هذا اسرع حلا بساوي، عن جد طعمته كتير طيبة. وهون بس حسيته هيك دا يبلش يتماسك عندي بضيف عليه معلقة من الزبدة، بيعطيه طعم كتير طيبة. وبضيف كمان اذا متوفر مية زهر فيكن تحطوه، مو متوفر هلا انا مو متوفر عندي مية الزهر، لهيك حطيت ظرف من الفانيلا. بحس المية الزهر بديلة الفانيلا، عن جد يعني اثنيناتهم طعمتهم كتير طيبة. هلا هيك صار جاهز عندي، تماسك وهذا القوام اللي بدي اياه انا. هلا عندي هدول الكاسات يعني بنحط فيهم كابتشينو او عصير او مثلا الايس كريم وهي البوظة. هلا هيك عبرش فوقهم جوز الهند وفستق حلبي، طبعا اختياري اللي متوفر عنده. فانا حبيت كتير موديلهم، حبيت اني اجرب هذا الحلب الكاسات وعطى موديل كتير حلو.
وصحتين وهنا لكل حدا جرب هاي الوصفة، عن جد جربوها، طعمتها كتير طيبة وسهلة وسريعة بنفس الوقت يعني. وبتمنى الفيديو يكون ينال إعجابكم يا رب، وفضلا لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شي جديد بجديد. والله يعطيكم العافية والله يجزيكم كل خير لكمالة هالفيديو، وبشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.